السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد الغباشي في سلسلة الريلز والشورتس قادمة بإذن الله. هنتكلم عن كل ما يخص كأس العالم من كل الأوجه عشان نقدر نستفيد من الحدث ده، سواء كنت بتحب الكرة او ما بتحبهاش. خلينا نكون متفقين ان حدث كاس العالم بيأثر على اقتصاديات الكوكب بصورة مباشرة او غير مباشرة. اللي هيقدر يحقق اقصى استفادة من حدث كاس العالم اكيد هيستفيد، واللي كاس العالم بالنسبة له مجرد فرجة وتضييع للوقت هيكون التأثير اكيد عليه بالسلب. وسواء كنت بتحب قطر او ما بتحبهاش، خلينا نكون متفقين ان قطر دولة عربية. فوز قطر بتنظيم كاس العالم هو فخر لكل عربي. الغرب كان يتوقع فشل قطر بالتنظيم لانهم بيعتقدوا انهم الافضل، وان العرب ودول العالم الثالث مجرد مشجعين. القطريين ابهروا العالم من حيث البنيه التحتيه والاستعداد للبطوله. قطر مهيئه تنظيميا عشان باذن الله تعالى تقدم للعالم نسخه مونديال تفوق الوصف، وبالتوفيق لينا.